لكن انا دخلت الاسك 2015 لحد احنا دلوقتي على مطلع 2025، 10 سنين من اهم انجازات ال10 سنين، يعني من اهم انجازات حياتي ال10 سنين بتوع الاسك. ليه؟ لان كان في ناس على الاسك سنهم 13 سنه وسنهم 14 سنه، النهارده عندهم 24 سنه. انا شكلت طريقه تفكيرهم، انا شكلت طريقه فهمهم للحياه. انا كنت مهتم اكتر ان انا ادرب الناس ازاي تفكر، مش ان انا اجاوبه على سؤال معايا. فالاسك كان تجربه مختلفه تماما، مش مجرد بوست واحد بيقراه عجبه ما عجبوش، لا ده حد بيسالك في كاريره، في تعليمه، في مشكله مع باباه، في مشكله مع مامته، في فهمه لبر الوالدين، في فهمه اللي مش عارف ايه، في فهمه للتخصصات. كانت الناس عندها تصورات مثلا عن التخصصات الجامعيه والكليات والكلام ده غير دقيقه وغير متصله بسوق العمل، وانا عندي خبرات واسعه وعلاقات واسعه بناس في كل شرايح سوق العمل، فكنت بصحح لهم بعض وجهات نظرهم. حبيبي انت فاهم الكليه الفلانيه غلط، انت داخل الكليه الفلانيه وما انتش عارف طبيعه الكارير بتاعها عامل ازاي، ولا في مشكله يا احمد. يا ريت والله تبقى تتكلم عنها والناس تتكلم عنها. ان واحد من اهم قرارات الانسان في حياته اللي هو قرار الجامعه، قرار الكليه. انت دوست على بص حته مؤلمه قوي بالنسبه لي انا كمان والله. القرار المتصل بكاريره بعد كده بياخده عنده 16 سنه 17 سنه، بدري قوي وبلا رجعه. يعني في اوروبا والدول المتقدمه انت تقدر اثناء الجامعه تغير تخصصك في اي وقت، تعمل شيفت لاي تخصص. تقدر وانت في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه تروح كليه طب. انت متخيل النقله انت عادي جدا في امريكا واوروبا تبقى في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه بترتيب معين طبعا، يعني تخش كليه طب عادي. هنا مفيش الكلام ده، لا هنا مفيش الكلام ده. فانت بتاخد قرار حيوي ومركزي ومصيري وانت عندك 16 سنه، ويفضل القرار ده حاكم عليك بعد كده حياتك كلها. واصلا حتى لو حبيت تعمل شيفت كارير، الشيفت كارير ده عباره عن رحله اسطوريه، اصلا عباره عن ملحمه حقيقي. الناس تقول انا هعمل شيفت كارير، هي دي ملحمه. الشيفت كارير دي ملحمه تانية مختلفه، قرار ليس سهلا على الاطلاق، تاني كانك بتبدا حياتك من جديد. فطبعا كنت انا حاولت اقدم مساعده للناس في سن صغير ان هو يختار كاريره صح، يختار كليته صح. ده فرق مع ناس كتير جدا جدا.